قال صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق من القلب. وقال صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. في الرواية: الصراط يحتاج 1000 سنة للصعود، و1000 سنة للعبور، و1000 سنة للنزول. الرواية تقول: يقف الإنسان يوم القيامة على بداية الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، فيأتيه نور يلفه ويمضي به إلى الجنة بلمح البصر. هذا الإنسان يسأل الملائكة: ما هذا النور الذي عبر بي إلى الجنة بلمح البصر؟ فيأتي الجواب من الحق تعالى: هذا النور ثواب صلاة واحدة صليتها في الدنيا على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآله. وفي الرواية أيضا: ليلة المعراج وصل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله إلى قاب قوسين أو أدنى، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، رأى من عجائب ملكوت الله تعالى. وصل إلى مرحلة يقول صلى الله عليه وآله: رأيت ملكا له 1000 جناح ولكل جناح 1000 يد، من أكبر معاجز الحق تعالى. فالتفت يقول صلى الله عليه وآله وقلت: يا جبرائيل، من هذا الملك؟ قال: يا رسول الله، هذا ملك الماء والهواء. ما من قطرة ماء تنزل من الأرض فتسقط على ورق شجرة أو تحت حجر أو صخرة إلا ويعلم هذا الملك أين سقطت وأين استقرت. يا محمد صلى الله عليه وآله، جبريل يقول: يا محمد، هذا الملك على شدة حافظته وذاكرته هناك شيء لا يقدر أن يستوعبه. قال النبي وهو العالم صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، وما هو ذاك الشيء؟ قال: ثواب المصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.